البومودورو أسوأ نظام للتركيز. طب ليه وايه البديل؟ كل ده هنعرفه في الفيديو ده. انا يوسف حسن، وده البديل للبومودورو، وافضل طريقه تركز بيها على شغلك او دراستك وتذاكر او تشتغل لمده 14 ساعه متواصل. فشوف الفيديو للاخر، اقفل على ايدك، متقدرش تفرك في الموبايل كتير عشان تطلع من الفيديو ده متحفز انك تذاكر او تشتغل. بدايه الكلام كده، انا واحد جربت البومودورو، يعني مش طالع اقول لك اي كلام وخلاص طلع انتقد على الفاضي. البومودورو نفع معايا. طب انت جاي تنتقد نفسك وخلاص يا حسن؟ لا، بس عشان انا جربته فانا عارف ان مش دي افضل طريقه تركز بيها. البومودورو اسوأ طريقه تركز بيها، طريقه بتفصل لك تركيزك. البومودورو نظام بيحكم على البرودكتيفيتي بتاعتك، بدل ما يخليك برودكتيف لا بيخليك سيمي برودكتيف. يعني ايه اكون شغال ومركز وتايمر يخلص اقوم قايم من على المذاكره والتركيز اللي انا كنت فيه واروح اخد بريك؟ للي ما يعرفش هو ايه البومودورو، البومودورو نظام بيقولوا عليه بيخليك تركز اكتر. باختصار كده، بتذاكر 25 دقيقه تريح 5 دقايق، بتذاكر ساعة تاخد بريك 10 دقايق تلت ساعة. بس أنا جاي أقولك إن ده أسوأ نظام فعلا تمشي عليه. ده نظام بيفصل تركيزك، هو هيساعدك، بس أنا جاي ألحقك دلوقتي وأقولك إن هو بدل ما يخليك برودكتيف هيخليك سيمي برودكتيف. بدل ما تخلص كم قد كده لأن أنت اشتغلت والتركيز بتاعك خلاص حضر، أنت تقوم فاصله بتايمر خلص. أنا قلتش إن هو مش هيفيدك، أنا قلت إن هو يخليك سيمي برودكتيف. سيمي، إحنا عايزين نبقى برودكتيف فعلا. بالنظام ده وبالشكل ده انت عمرك ما توصل للبرودكتيفيتي العاليه. انت هتبقى محكوم عليك بوقت، تخيل انت محكوم عليك بوقت تذاكر فيه وتركز فيه وتايمر يخلص تركيزك يفصل. طب بالعقل كده، ازاي ده نظام بيساعد على التركيز؟ مفيش حاجه انا اسمها اتمرنت يوم يبقى هريح يوم. مفيش حاجه اسمها انا ذاكرت ساعتين يبقى خلاص كده اليوم خلص. مفيش حاجه اسمها انا حددت ساعتين في اليوم او 4 ساعات في اليوم هذاكر فيهم والباقي كله خلاص، الباقي كله تمرين وريست ومش عارف ايه. مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها هايبر فوكس بيريد، في حاجه اسمها انا هقعد اذاكر لحد الفيلير. هو حتى المذاكره والشغل فيه فيلير، في فيلير. اي حاجه في الدنيا انت لازم تشتغل لحد ما توصل للفيلير، انك تخلص اللي وراك. يعني كنت مركز، يعني كنت اجتهدت، رحت قعدت على الكتاب، مش هقوم غير وانا جايب اخري، او مش هقوم غير وانا مخلص التارجت بتاعي. انا رايح اقعد على الكتاب هقرا 20 صفحه، يبقى مش هقوم غير وانا مخلص ال 20 صفحه. اخدت مني ساعه، اخدت مني ساعتين، انا مش هقوم غير لما اخلص التارجت ده. مش تقولي انا رايح اقرا 25 دقيقه واخد ريست 5 دقائق. طب افرض يا سيدي انت كنت مركز في ال 25 دقيقه دول، واخر دقيقه انت كنت مركز جامد، التايمر خلص، المفروض بقى تقوم. طب بالعقل ازاي؟ يعني انت كنت قاعد مركز تفصل عشان تحاكم نفسك بوقت؟ فين التركيز في كده؟ ده اسمه انا بعمل اللي ورايا وخلاص، انا اسمي رحت اريح ضميري اقعد شويه على الكتاب وخلاص. لا ركزت ولا فهمت انت بتعمل ايه ومحدد نفسك بوقت. والعلم ان كل شويه بتفضل تبص على الوقت خلص ولا لا. ليه عايز تحط نفسك في زون انت مش عايز توصل لها؟ زون انت مش مركز فيها، زون انت سيمي برودكتيف. ماشي يا سيدي، خلصت حبه حاجات لكن ما كنتش برودكتيف. تخيل نفس المثال بتاع الكتاب، انا قعدت 25 دقيقه اقرا في الكتاب، اخر 5 دقايق انا انجذبت للكتاب اكتر وكنت مركز في الكتاب اكتر. افصل عشان اروح اخد البريك عشان كنت حاكم نفسي بوقت؟ ولا تخيل انا قعدت على نفس الكتاب ولا اهتميت بالوقت ولا اهتميت انا هاخد بريك، انا قلت انا هقعد على الكتاب ده لحد الفيلير، وفي نفس ال5 دقايق فضلت بقى بعدها مكمل. نفس ال5 دقايق اللي كنت ركزت فيها في ال25 دقيقة اللي فاتوا، انا فضلت في ال5 دقايق دي بقى مكمل بقى 5 في 5 في 5 في ساعة في ساعتين. انا خلصت الكتاب من غير ما اخد بالي، حرقت الكتاب، وصلت للفيلير. كنت مركز، كنت فاهم انا بقرا ايه، مش قاعد بقرا وخلاص 25 دقيقة بعمل اللي ورايا وخلاص. لا، مفيش حاجة اسمها كده. البومودورو نظام بيخليك سيمي برودكتيف. يبقى الهايبر فوكس بيريد هي البيريد اللي انت حاطط كامل تركيزك فيها، الفترة اللي ملهاش زمن معين ولا وقت تروح تذاكر فيه. انت صحيت من النوم ما قدامكش غير الشغل وبس، الفاصل الوحيد ليك هو الصلاة والاكل، غير كده مفيش راحة. طب ازاي بقى اخش الهايبر فوكس بيريد يا حسن؟ تعال اما اقولك. بص، اول حاجة هي انك تكون واقعي في تحديدك للتارجت بتاعك وتكون واضح فيه. بمعنى ما تقولش انا رايح اقرا كتاب كذا، لا، قول انا رايح اقرا 10 صفحات من كتاب كذا. ده هيخليك متحفز اكتر لانك انت عارف التارجت بتاعك ايه، عارف انت توصل لفين، غير لما تكون متعرفش انت رايح فين ولا رايح تعمل ايه وهتكون مش متحفز. لكن لو انت حددت التارجت بتاعك هتكون متحفز ومستمتع باللي انت بتعمله، تبقى عايز تخلص ال10 صفحات دول. وتاني حاجة هي انك تبعد عن اي حاجة بتشتتك. مش شرط الموبايل بس، عامة كده كده الموبايل هتبعده عنك، لكن انت ممكن اللي يوصل بيك الحال
لان انت تفضل تلعب في دباسه، تلعب في قلم. انا كنت بعمل كده. انا لما كنت ببعد الموبايل كنت بشوف اي حاجه قدامي بفضل امسكها في ايدي، اي حاجه تتمسك بالايد افضل العب بيها، لدرجه ان انا كنت بلعب في الدباسه بفضل افتحها اقفلها. بص بشغل نفسي باي حاجه. فكنت بعمل ايه؟ الدباسه كمان اقوم راميها بره، مسكت قلم عمال بشخبط بيه اقوم رامي القلم بره لحد ما اجي استخدمه، مسكت استك عمال بلف حوالين ايدي بقوم راميه برضو. اي حاجه تمسكها في ايدك تمنعك من ان انت تركز تترمى بره. كل اللي معاك في اوضتك لابتوبك وكتابك وقلمك وكراستك، وما تمسكهمش غير لما انت رايح تكتب فعلا، غير كده تركنهم على جنب. وحاول لما تخش البريد ديت ما تخشهاش في وقت الناس بتبقى صاحيه فيه، او اي حد يفصلك عن تركيزك، او اي حاجه يعني تحصل ليها ميعاد تفصلك عن تركيزك. يعني مثلا من الفجر للظهر، الوقت ده ما بيكونش فيه صلاه. انا ما قلتش ان الصلاه طبعا بتفصلك عن تركيزك، لا خالص، انا ما قلتش كده. انا بتكلم في ان انت ما تقومش من على الكتاب او ما تقومش على الكرسي اللي انت قاعد شغال عليه. بتكلم انه عندك من الفجر لحد صلاه الظهر مفيش اي حاجه خالص بتعملها، واغلب الناس ما بتبقاش صاحيه. يعني انت عندك اتنين ادفانتجز في الموضوع دوت. لو قلت لك الميعاد التاني اللي هو من العشاء لحد ما تنام، والعشاء لحد ما تنام ده مش هتلاقي ان هو فتره طويله. يعني لو انت هتسهر يعني قدام حاجه ما تفضلهاش، اللي انت من العشاء لحد مثلا الساعه 12 دي حاجه ما تفضلهاش. انت مش هتلحق تصحى ونومك هيبقى بايظ، اهلك بيبقوا صاحيين، اي حد بيبقى معاك في الشقه صاحي، يعني تركيزك هيبقى قليل. مش عارف، ممكن تبقى قاعد بتشتغل تيجي لك مكالمة. بس ما علينا، خلينا في اللي انا بقوله لك. خليك في الميعاد بتاع الصبح، فاكس بميعاد بالليل. ميعاد الصبح مبقاش فيه حد. تاني حاجة مفيش حد هيشتتك ولا حد يرن عليك. تالت حاجة هتلاقي ان الدنيا هادية خالص، وطبعا في بركة في الوقت. رابع حاجة خلي فيه مكافأة بسيطة، زي اللي انا اتكلمت عنها في الفيديو بتاع الالتزام، اللي خلتني اذاكر لاكتر من 14 ساعة متواصل. بس لو انت عندك فعلا مشكلة في الالتزام فانصحك تروح تشوفه. والطريقة هي لكل ساعتين جنيه، يعني كل ساعتين شغل أو دراسة جنيه. خلي حد من أهلك بقى معاك في الموضوع ده. ليه؟ خليه هو اللي يكافئك بالجنيه دوت، أو كافئ أنت نفسك بالجنيه. ممكن أنت تفك ال 100 جنيه دهيت وتدي كل ساعتين مذاكرة جنيه. وخلي عندك هدف مثلا إنك في آخر الشهر تكون مجمع 300 جنيه. ومش لازم تعملها زي ما أنا عامل بالظبط، مش لازم لكل ساعتين جنيه. أنت ممكن لكل ساعة جنيه، أو ممكن كل ساعتين جنيه. بس لو كل 4 ساعات بتاخد بونص، يعني الأربع ساعات ورا بعض بتاخد بونص، فاهم؟ او لكل ساعه مثلا سناك معينه، انت وطريقتك. المهم يبقى في مكافاه بسيطه، تمام؟ طبعا ما تفصلكش عن تركيزك. يعني انت الجنيه ده يعني هتاخده في قد ايه؟ يعني هتقول لي انت خلصت ساعتين خلاص حد يجي يديك الجنيه؟ يعني ما تنزلش تروح تفك مخصوص عشانها، لا، الجنيه موجود خلاص انت خدت الجنيه. مش موجود، بعد ما تخلص قول انا ذاكرت ساعتين هاخد الجنيه. تعمل كده بقى، تعمل لكل ساعه جنيه. المهم ان الفكره وصلت، انك تكافئ نفسك بحاجه بسيطه بدوبامين بسيط وقريب، حاجه هتحفزك ان انت تفضل قاعد تشتغل. وفي كتير جربوا الموضوع ده وجم بعتولي وبيقولوا ان هم مش عارفين يقوموا من على الكتاب. فانصحك لو انت حابب تذاكر لمده اطول، كافئ نفسك اول باول بحاجات بسيطه، حاجات ما تفصلكش عن المذاكره. نتائج الهايبر فوكس بريد انك هتلاقي نفسك انجزت حاجات كتير في وقت انت مش متوقعه تماما. انت ممكن تحدد تقول الكتاب ده هياخد مني مثلا وقت قد كده، المفروض ما تعدهوش. لكن ما تقولش انا رايح اقعد على الكتاب ده لمده كذا، لا، تقول انا رايح اخلص قد كده من الكتاب في وقت لا يتعدى مثلا ال 40 دقيقه. بعد ما تخلصه تروح ترد على كام كلاينت، خلصت الردود اروح اخلص دراسه كذا، كله ورا بعضه. تحديد الوقت من ضياع الوقت، الا لو انت في حاله اللي انت مش ملتزم وبتعمل تاسكات مش في ميعادها، وساعتها يبقى انت عندك غلط في تنظيمك ليومك. هتخش معايا كول اظبط لك دنيتك، هديك النصايح والخلاصه في الالتزام وازاي تبطل الاباحيه وغيرهم كتير. فخش ابعت لي، مش هتخسر حاجه. واهم حاجه بعد فتره التركيز دي كلها انك تكافئ نفسك. مش بقى المكافاه اللي هي بتاعت الجنيه والسناك الشوكولاته الكلام دوت، لا، تكافئ نفسك بانك تريح وانت مرتاح الضمير، تريح وانت مفيش حاجه وراك، تروح تلعب لك جيم جيمين، تخرج مع صحابك. المهم اللي انت لازم تكافئ نفسك عشان تحب النظام ده. ولو ما كافئتش نفسك هتلاقي نفسك عطلت، ركزت اسبوع اسبوعين فضلت ماشي على النظام دوت، بعديها هتعطل وهتبوظ كل اللي انت عملته. فبس ده كان فيديو بسيط، اتمنى انكم كلكم استفدتوا. انا عايزكم تجربوا الموضوع ده وتخشوا تبعتوا لي تقولوا لي هل فعلا النظام فرق معاكم ولا لا. ولو حابب تخش الكالت بتاعتنا فاللينك موجود تحت في الديسكريبشن. وبس، السلام عليكم.